يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا جيت النهارده عشان اعمل لكم الجلاش الملفوف اللي هو بالطريقه ديت. طبعا انضف واحسن من اللي بنشتريه من بره بكتير، وبطريقه سهله وبسيطه وما بياخدش معايا وقت كتير. طبعا هو طريقته جميله جدا وطعمه حلو جدا وبيرمي كتير، يعني دي ليها. بس بفتحها ما شاء الله عليها عامله ازاي، مورقه ازاي وجميله ومسكره وجميله جدا واحسن من الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره، وطعمها جميل. هعملها لكم بطريقه المثلثات وبطريقه اللي هي الصوابع الملفوفه. يلا بينا نشوف الطريقه ونشوف المقادير بتاعتها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا النهارده جيت علشان اعمل صينيه جلاش اللي هي الملفوف المحشيه بالمكسرات بتاعتنا، اللي دايما بنعملها في رمضان، بتبقى طعمها مقرمش وجميله جدا، وكل الناس بتطلبها وبتبقى طعمها حلو قوي. انا هقول لكم طبعا على المقادير اللي معايا ايه. انا معايا لفه جلاش، انا قطعتها اربع ايه خرط كده، يعني دوريات، عشان هستخدمهم بطريقتي انا. ومعايا طبعا حبة اللي هو بتاع يميش رمضان، اللي هو زبيب على سوداني على مكسرات على جوز الهند. معايا ان هو كوباية سمنة مع نص كوباية زيت او ربع كوباية زيت. طبعا معايا الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها. طيب انا دلوقتي هعمل السيرب بتاعي. هعمل ايه؟ هحط كوبايتين الا ربع مية على كوبايتين سكر. هضيف كده اهو بالشكل ده، وهحط عليهم السكر كده، المية كده بالشكل ده، وهقلب واحطهم على النار لمدة ربع ساعة بالكتير قوي. هحطها على النار وارجع لكم تاني. بعد ما حطيت السيرب بتاعي او السكر بتاعي او الشربات بتاعي على النار، هاجي بقى اعمل ايه؟ هدهن الصينية بتاعتي بالشكل ده من تحت، علشان لما احط فيها الجلاش بتاعي ما يلزقش ويبوظ مني. ادهنها كويس قوي بالشكل ده كده. مش لازم طبعا الجناب، لان انا مش هفردها فيها. انا كل اللي هعمله ان انا هجيب صينيه كده، وهجيب اللفه بتاعتي بالشكل ده كده، افردها كده. هبتدي بقى اعمل ايه؟ اجي ادهن الجزء بتاعي ده كده، ولا انا هحشيه بالشكل ده. طبعا انا هعمل كل ورقتين لفه، وهروح حاطه الحشو بتاعي كده بالشكل ده كده. انا عندي ورقتين اهم، هبتدي بقى الف كده اهو، يبقى بالشكل ده صوابع. هرصها كده واعمل واحده تاني، او هو ده الشكل. هعمل شكل تاني. ايه هو الشكل التاني بقى؟ هبتدي اجيب كده الحشو بتاعي واحطه كده، وادي برضو لفتين اهمت. اعمل ايه؟ هجيبها كده اعملها زي السامبوكسات بالظبط كده. محاولش اخرج الحشو بتاعي عشان ما يوقعش مني ويتحرق. كده 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 بالشكل ده. ادخل بس الطرف الاخراني ده كده اهو، وهتبقى بالشكل ده كده معايا. عندي الشكل ده وعندي الشكل ده، اللي يريحك تعملي. بس هو بيبقى شكل، هو جلاش طعم واحد، بس هيبقى شكل بقى ايه، مختلف شوية عن اللي احنا بنعمله، اللي هو بنرصه في الصينية ونحشيه ونقطعه بس. فده برضو بيبقى الواحد، يعني بتبقى الواحدة بوحدها كده اهوت، وتمسكياتك اللي تبقى مقرمشة جميلة جدا. هحشي بالطريقة دي تاني كده. خليه في الصابع بتاعي كده كده بالشكل ده، وارصه كده اهو. هفضل طبعا اعمل كده كل الرصات اللي معايا دي لغايه لما اخلصها، سواء سامبوكسات او صوابع زي اللي انا بعملها كده.
كده بالشكل ده. افردها بس اظبطها كويس. اتنين اهم على بعض اهم. واجيب الحشو بتاعي كده، اي حشو عندك بقى، مكسرات، ممكن زبيب وجوز الهند، بس ممكن سوداني وجوز الهند، المتاح عندك ايه اتصرفي بيه. بالشكل ده كده، وارصه كده. اعمل برضو قدامكم واحده سمبوكسات تاني عشان تشوفوا اللفه بتاعتها. لازم اعمله كده بالسمنه علشان يطلع مورق معايا وما ينشفش مني قوي. بالحشو كده زي ما انت عايزه، برضو مش عايزه تكتري، عايزه تقللي براحتك. ادي اتنين برضو. اعمل كده والفها كده. بص كده، انا احط دي على الجنب ده كده اهو، وارجع الف دي على الجنب التاني كده. اجي في الجنب الاخراني ده كده اهو، احاول ادخله. انا بس اطلعها من على الورقه اللي تحتيها عشان لزقت، واحاول احطها في اللي تحت كده اهو، او ادخلها هنا، بحيث ان انا بس مش عايزه اقطع منها زيادات، عايزه اخليها كلها مع بعضيها، وهتبقى بالشكل ده كده. احطها هنا. هكمل طبعا كله بالطريقه دي واوريها لكم في الاخر. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا عملت السكر بتاعي هو اللي هو السيرب بتاعي. احط بقى ايه، يعني نص معلقه فانيليا كده صغيره، او اللي هو كيس الفانيليا. بس لو عندك البطرمان ما تحطيش منه كتير، نحطي ايه حبه كده عشان بس يديله ريحه. قلبيه كويس. هو لسه حتى سخن ازاي بيغلي. طيب ده كده هو السيرب بتاعي انا خلصته خلاص. هركنه على جنب كده عشان مش هحتاجه دلوقتي اما اخلص الجلاش بتاعي. طيب انا دلوقتي خلصت الصينيه دي، هعمل ايه؟ هبتدي اجيب الفرشه بتاعتي كده، وادهن كل واحده كده من على الوش بتاعها بالشكل ده كده، علشان تديني لون احمر حلو كده ما يطلع من الفرن بالشكل ده. بصوا يا جماعه كده اهو بالطريقه دي. لازم اديله الدهنه دي عشان يديني اللون الاحمر اللي انتوا بتشوفوه في المحلات بالشكل ده كده. على فكرة لفة الجلاش بترمي معايا كتير جدا، يعني دي يعتبر الخرطتين اللي انا، او الرولتين اللي انا عملتهم في الاول، قطعتهم 4/4 الرول بتاع الجلاش، اخدت منهم 2 عملت بيهم صينية اهي، ولسه هعمل صينية تانية كمان. فهو بيرمي معايا كتير لو انا عملته بالطريقة دي. طبعا هحطها في الفرن على درجة حرارة 180 حوالي بالكتير قوي ربع ساعة، تلت ساعة بالكتير قوي. الجلاش ما ياخدش وقت. هخلص الصينية تاني وارجع لكم. وده يا جماعة شكل السيرب بتاعنا بعد ما خلصناه، وحطيته طبعا في الطبق بتاعي عشان انزل فيه الجلاش واسقيه بيه. هعمل ايه بقى؟ هعمل الخطوة التانية اللي هي كده. هجيب الجلاش بتاعي وانزله في السيرب بتاعي كده، في العسل بتاعي، واحاول اغطسه عشان يشرب العسل من كل النواحي والاتجاهات. واجي بقى اروح عاملة كده. بص، احاول ان انا اشربه على قد ما اقدر عشان السكر يخش فيه من كل مكان بالشكل ده. واجي اروح مصفيها بالشكل ده كده اهو، وابتدي ارصه في الطبق بتاعي كده. ارصه كده اهو،
اصفيه خالص كده من العسل بتاعه وارصه في الطبق بتاع التقديم بتاعي بالشكل ده. طبعا هخلص كل الكمية بتاعتي واوريها لكم في الاخر شكلها النهائي يبقى عامل ازاي. وده يا جماعة الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعي اللي هو جلاش الملفوف. بص كمان هفتح لكم واحدة تشوفوا القرمشة بتاعتها. بص عاملة ازاي ما شاء الله عليها، والحشو بتاعها باين من جوه هون. برضو اللي انا عملتها اللي هي المثلثات، بص برضو عاملة ازاي. بص الصوت عامل ازاي، مقرمش ازاي ومبغشها بمعنى اصح يعني مورقة. بص حلوة ازاي يا جماعة ما شاء الله عليها. طبعا دي طريقة سهلة وبسيطة جدا وما بتاخدش وقت معايا يعني ما خدتش معايا كتير، يعني بالكتير نص ساعة وبكون مخلصاها. طبعا لو عجبكم طبعا المنظر، لو عجبكم الوصفة بتاعتي ديت الجلاش بتاعي، ما تنسونيش بقى في الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.